مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. مثل ما انكم شايفين، أنا جايبة اليوم خضرة وغسلتها بخل وحاططها بالمصافي لحتى تصفي المي اللي فيها. جايبة برتقان وجزر بدي أعمل مخلل، وكمان بدي فرز بدي أعمل عصير فريش، وكمان بدي أعمل جزر للتفريز. كمان جايبة ليمون مشان نحطه بالبراد، وكمان بدي أعمل منه عصير. وجايبة خسة وزهرة القرنبيط، كمان بدي أعمل مخلل فيهم. وكمان بدي أعمل هاي مو كمية زهرة القرنبيط كلها، جايبة أنا 3 كيلو. كمان بدي أعمل مكمور القرنبيط. كمان جايبة فليفلة، كان بدي أعمل فيها مخلل، وبدي أعمل فيها زيتون مع جزر وفليفلة لرمضان الكريم. بس بالأول هلا بدي وضب الخضرة كلياتها بالبراد لحتى تقاوم معي. كمان جايبة دجاج، بدي أعمل فروج مسحب. هو فروج مسحب، بس أنا للصراحة ما لقيت فروج دجاج كامل فجبت فخاد. أنا هون جايبة 3 كيلو فخاد، غسلتهم بخل وحطيت لهم ملح وحطيتهم بمصفى لحتى تصفي المي اللي فيهم. أضمن وحتى هيك ما بضل اللون زنخة نهائيا. كمان عصرة هون ليمونة، عندي كاسة زيت زيتون مع زيت نباتي خالطهم مع بعض. عندي فنجان خل أبيض، وكمان عندي 3 معالق دبس البندورة أو صلصة البندورة، معجون الطماطم. وعندي كمان معلقة كبيرة كزبرة، فينا نستخدم زماننا كزبرة. معلقة كبيرة شمرة، وعندي معلقتين دبس فليفلة، نص بصلة هارس تنام لأني ما كان عندي بصل بودرة. كمان عندي 8 أسنان توم كمان مهروسين. وعندي معلقة ونص سماق. السماق هون عنا اياه ضروري بهالوصفة. كمان عندي معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة هال مطحون، معلقة صغيرة قرنفل مطحون، نص معلقة صغيرة قرفة مطحونة، معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، ومعلقة صغيرة 7 بهارات أو بهار عادي أو فلفل أسود، هذا الشي خياري. هلأ فينا نخلط المكونات كلياتها بلتر ونص مي مع الزيت مع الخل والليمون بخلاط، ونخلط فيهم الدجاج. أو إذا بدنا بإيدنا، إنه على إيدنا بالخفاءة اليدوية أو بالمعلقة، نخلط كل المكونات منيح. وبدنا ننقع فيهم الدجاج. الأفضل يكون ليلة كاملة، بس أنا كنت مستعجلة عليه فتركته 5 ساعات بس. لأني جبته بنفس اليوم وطبخته كمان. هون بعد 5 ساعات ما تنقع معي الدجاج، عن جد ريحته بتشهي. والتوابل اللي حطيناها يعني كتير كتير، يعني بتعطيك انتعاش لما بكونك عم تطبخي وبتشمي هيك روايح، عن جد بتعطيك انتعاش. فهون كمان أنا مقطعة بطاطا وجزر، طبعا هالشي هذا خياري، فيكن كمان تضيفوا فطر، بس بنص مرحلة الاستواء. كمان أنا هون حطيت ورق غار، بحب ريحته، كمان بحب طعمته بالأكل. مثل ما يكون شايفين أنا مقطعة الخضار لمكعبات كبيرة لأني راح تستوي معنا بسرعة. إذا بدنا نقطعها لناعمين، طبعا الشكل اللي انتو بتحبوه هذا الشي بيرجع لكم خياري. هلا بدي أصف الدجاج بالصينية مثل ما نكون شايفين. كمان جرحت الدجاج بالسكين عشان التوابل اللي تغلغل فيه تغلغل. حطيت كمان 4 حبات فلفلة خضراء، أو فيكم تضيفوا ملونة. هذا الشي بيرجع لكم. فيكم كمان تضيفوها بالمرحلة الأخيرة للشويت الدجاج. أنا حطيتها من الأول، حطيت الصينية بالفرن بدون ورق قصدير. وهيك بتستوي لوحدها. مثل ما يكون شايفين بلشت بالجزر اللي بدي فرزه. كمان كنت فارمة سلطة الكول سلو، بدنا نعملها جنب الدجاج. مثل ما يكون شايفين عم بفرم الجزر لأصابع طولية، لأني أنا بستخدم هذا النوع من الجزر إنه الأصابع الطولية للسباجيتي
للفاهيتا، للرز، لكتير شغلات. فهي الكمية يعني هذا النوع من الجزر بهالشكل أنا رح كتر منه لأني بستخدمه كتير. فيني لما بدي أعمل معرز إنه طالع من الفريزة وبفرمها لمكعبات صغيرة زي ما كان عندي لنوع الجزر اللي بدي استخدمه للرز. بستخدم هون الجزر الرفيع بنقيه مشان يكون سهل علي بالتقطيع. وكمان الجزر الكبير بدي أعمله بشكل تاني، فإجباري بدي الجزر كبار. هون شلت الكرامب أو الملفوف لأنه صار يضايقني، وبلشت هون بالفرم الشكل التاني مثل ما انكم شايفين لدوائر. بستخدمون مثل ما شفتوا دجاج المسحب أو بطاطا بالدجاج. كتير شغلات انه فينا نستخدم هذا النوع. كمان انا بحطه تحت المحاشي اللي بزيت مثل اليالنجي، الكرنب، كمان المحاشي الكوسة والباذنجان اللي بزيت بحطهم بسفل الطنجرة، بحب طعمتهم. وكمان بستفيد انه منهم شي ما يلزق معي المحاشي. يعني طبعا هو ما رح يلزق لاني مثل ما بنعرف المحاشي بدها نار هادية. فشوي كمان رح كتر من هذا النوع، كمان شوي من هاي الكمية لأني كمان بستخدمها كتير مثل ما قلت لكم. طبعا الشكل مثل ما انتم بتحبوا دائري، وكمان سميكة أو رفيعة، هذا الشي بيرجع لكم. يعني مش شرط بهاي السكينة اللي مموجة. الجود من الموجود ومثل ما انتم بتحبوا. يعني ما راح توقف طبختنا أو الفرم على شكل اللي بدنا نفرم فيه السكين. فهلا بدي افرم كمان شكل تاني للشوربات، مثل شوربة الجزر مع البازيلا او الفاصوليا مع الجزر، كمان بطاطا وجزر وبازيلا. هدول الشوربات كتير طيبة وكتير مفيدة كمان. يعني الجزر عنصر كتير مفيد وأساسي عنا يعني بحياتنا بالمطبخ، فما بنستغني عنه. فأنا حبيت استفيد من موسمه كمان مشان شهر رمضان الكريم. هلا هو ما بياخد معنا وقت. في كتير ناس رح تقول انه 5 دقايق او يمكن اقل، بس فينا نعمل بها ال5 دقايق شغلة تانية. ومثل ما قلت لكم الشي اللي بموسمه مو مثل لما يكون منو بموسمه. طبعا هلا الدنيا برد وهو بموسمه ويكون قلبه يعني مي الجزر مو ناشف، وطعمته ريحته يعني عن جد كل شي بيختلف لما يكون بموسمه غير لما يكون منو بموسمه. فحبيت استفيد منه. كمان عندي هون كمان جزر كان مثل ما بيقولوا له الجزر الموف او الاسود، كمان كتير مفيد. يعني عن جد كتير مفيد وطعمته كتير طيبة. يعني للاشخاص اللي عندهم فقر دم او الضغط كتير مفيد هذا الجزر. هلا هون مثل ما شفتوا هاي الكمية خلصتها. بدي عبيها بأكياس وبدي غلفها وحطها بالفريزر. سبحان الخالق على هاللون. مثل ما بنعرف الجزر 3 ألوان، لون الأورانج وهذا اللون الموف أو الأسود مثل ما بيقولوا له، وكمان في الجزر الأبيض. هلا هون بدي حط على قد طبختي. بدي حطهم بأكياس. طبعا في أكياس تفريز 9 كيلو، في أقل في أكتر. أنا هون عندي كيلو، ما كان عندي للصراحة أقل فاستخدمت هدول. فهلا بدي مثل ما انكم شايفين عبيهم ومن بعدها غلفهم. فيكن تغلفوهم بالمكنة الخرازة أو بالقداحة، أو فيكن تربطوه ربط. أنا ربطته ربط، ما كان عندي للصراحة الخرازة ولا حتى ما كان في عندي وقت إنه استخدم القداحة. بس إن شاء الله شي يوم بفرجيكم كيف. فمثل ما انكم شايفين هلا بلشت بالأصابع الطولية.
يعني عن جد لما الوحدة فينا بتشتغل انه الشغلات لقدام بتروح عن طريقة. هلا هون خلصت كل الكمية، وهذا الجزر اللي قلت لكم عنه الموف او الجزر الاسود. أه سبحان الله مثل الجزر العادي بس اللون بيختلف عن جد، حتى ميته مثل ولونه مثل الشوندر. كمان هون استوت معنا طبختنا، وعن جد ريحتها كانت بتشهي وطعمتها كتير طيبة. وانا مثل ما قلت لكم ما استخدمت السنتة نهائيا، وكانت يعني الدجاج مستوي معي نيفة. والوجه انا هيك بحبه مقمر. طبعا الاستواء التأمير او التحمير هذا الشي بيرجع لكم، يعني مثل ما انتم بتحبوه. في ناس ما بتحب لهالدرجة بتوصل بالتحمير، بس انا بحبها هيك. كمان طبخت جنبه رز، كتير انا بحبه مع الرز، وعيلتي كتير بتحبه مع الرز مع الركة عفوا. مع الخضرة كتير طيب، يعني عن جد كتير طيبة، وبتمنى وبنصحكم انكم تجربوها، يعني عن جد مفيد وفيه كتير، يعني انه الخضار والدجاج وفوائد الخضار بالصلصة يعني كتير طيب. بتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على اللايك فضلا وليس أمرا.